السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ريحان رشيد. اليوم ان شاء الله غادي نهيئ لكم بالضبوط معمر بحشوه اللي كتجي لذيذه، غادي تعجبكم ان شاء الله. تابعوني في مراحل التحضير. بالنسبه للعجين ديال الضبوط غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الابيض و250 غرام ديال الفينو اللي هو السميد رقيق ناعم جدا، ماشي هو السميده اللي كنديروا بها الحرشه. السميد ناعم جدا، هو كيكون هو ارق ما في السميد، يعني هو الفينو. يعني هنا عندي 250 غرام 250 غرام. غادي نحتاج الماء دافي باش غادي نعجن، معلقه كبيره ديال خميره العجن، الملح، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه ديال السكر سنيده، ومعلقه ديال زيت الزيتون. غادي نخلط هاد القمح، هاد الفينو مع الدقيق الابيض. غادي ندير الخميره، عندي معلقه كبيره ونضيف عليها السكر سنيده. غادي ندير الزيت، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. غادي الملح نديرها في الجنب، وغادي نبدا نعجن. الماء خصو يكون دافي. غادي نعجن هاد العجين مزيان، ندلكو واحد 10 ديال الدقائق حتى يتدلك مزيان. بعد ما دلكت العجين كيف كتشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيكون، يعني بحال العجين ديال الخبز، يعني كندلكو مزيان واحد 10 ديال الدقائق. دابا غادي ناخذ شي حاجه فاش ندير هاد العجينه ديالي، يعني ونغطيها ونخليها حتى تخمر، ونتلاقاو باش نشكلها. العجين ديالي بعد ما خمر هو هذا. غادي نقسمو على جوج وغادي غادي نسرحو. غنديرو كرات. هنا خلطت شويه ديال الفينو مع شويه ديال الفورس باش غادي نرش الطاوله باش نسرح. غادي نسرح العجين عندي مزيان. العجين ديالي بعد ما سرحته كيف ما كتشوفوا هذا هو السمك ديالو، يعني ما كيكونش غليظ، يعني كيكون واحد نص سنتيم. غادي ناخذ اي حاجه عندي، كاس ولا اي حاجه اللي غتعطيني دائره. عندي انا هذا المرشم وغادي نبدا نقطع. غادي ناخذ هاد الدوائر وغادي نديرهم في طاوه البلاطو اللي غادي نرشوه بشويه ديال الدقيق اللي خلطنا مع الفينو، وغادي نديروهم فيه ونخليوهم حتى يخمروا، وعاد ندوزو نطيبوهم. غادي نغطيهم وغنخليهم حتى يخمروا تماما، وغندوزو ان شاء الله نطيبوهم. غادي نخليهم فوق المقله حتى يتنفخوا، ونقلبوهم على الجهه الاخرى يتحمروا، ونقدموهم ان شاء الله.
كيف كتشوفوا كيتنفخوا كاملين، كنقلبوهم على الوجه الاخر حتى يتحمروا ونحيدوهم. البطبوط ديالي بعد ما وجد، هذا هو الشكل ديالو النهائي. كيف ما كتشوفوا كيجي رطب لانه مخمر جوج مرات. هذه احسن طريقه باش توجدوا هذا البطبوط الصغير. كنحتاجوه في الكثير ديال الحشوات وبخصوص ايام رمضان. يمكن لينا نخبيوه في الكونجيلاتور، وقت ما بغينا نجبدوه كنلقاو موجود. بالنسبه للكميه اللي عطاتني هنايا، عطاتني 40 قطعه، يعني اقتصادي، يعني غادي يتقام علينا رخيص احسن من اللي كنشريوه من على برا. وقت ما بغيناه كنجبدوه من الكونجيلاتور، ندفيه واحد شويه ونستعملوه الحشوه اللي غادي نديرو فيه. بالنسبه للحشوه ديال البطبوط الصغير غادي نحتاجو اول حاجه الدجاج من الصدر. غنقطعو قطع صغيره بهذا الشكل، يعني على حسب الكميه اللي بغيتو ديروا ديال الدجاج. انا عندي هنا 400 غرام. غادي نحتاج بصله كبيره مشنفه مقطعه هكذا. نحتاج الفلفله حمراء وفلفله خضراء حتى هي كذلك مقطعه بالطول. غادي نحتاج شويه ديال الزيتون، يعني واحد 100 غرام ديال الزيتون مقطعه دوائر، زيتون اخضر. غادي نحتاج الملح، الابزار اللي هو الفلفل الاسود معلقه صغيره، الخرقوم اللي هو الكركم، والثوم او ثومه مهروسه فص واحد، معلقه ديال الزعتر، ونص كاس ديال زيت الزيتون. هذه هي المقادير. في مقله اللي وضعت على البوطه اولا النار غادي ندير زيت الزيتون، نص كاس ديال زيت الزيتون، وغادي نضيف هذا الدجاج. غادي نضيف الملحه دائما كنقول على حسب الذوق. غندير الثوم، بعد ما تقلى ليا الدجاج شويه غادي نضيف البصله، غادي نضيف الفلفله، غنضيف البزار، الخرقوم اللي هو الكركم. غادي نخلط. خاص المقله تبقى عريانه باش الخليط كيتبخر منه الماء. بالنسبه للناس اللي ما يبغيوش يديروا الدجاج يمكن لكم تاخذوا اللحم ديال البيبي، يعني الديك الرومي، يعني على حسب الواحد واش كيبغي. بالنسبه للزعتر والزيتون غادي نخليوهم حتى الاخر، الزيتون والزعتر يعني حتى يكمل الطياب ديال هادشي اللي عندنا عاد يمكن لينا نضيفو. كيف كتشوفوا الدجاج عندي طاب هنا، يعني كنبقاو نحركوه حتى ينشف من الماء، يعني كنطيب العناصر كامله كيف كيبان لكم. دابا غادي ندير الزعتر، عندي هنا معلقه ديال الزعتر، وندير الزيتون، وغادي نطفي البوطه.
الحشوه بعد ما وجدت هي هذه كيف ما كتشوفوا، يعني كتجي عاقده ما فيها لا ما لا والو. بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحار يمكن لهم يديروا شويه ديال الحار اولا شويه ديال السودانيه. اللي ما تيبغيوش الحار بلاش ما يديروا. غادي ناخذ دابا البطبوط الصغير ديالي وغادي نبدا نعمر، كنحلوه بالمقص ونبداو نعمرو فيه بهذا الشكل. كنحاولوا نبينوا اللوينات. البطبوط ديالي بعد ما وجد هذا هو الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا. كتجي هاد الحشوه لذيذه ان شاء الله جربوها غادي تعجبكم. يمكن لكم ديروه بالدجاج او بلا داند، يعني كيجي بحال المذاق ديالها كتجي لذيذه بزاف. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو ديال اليوم، وديروا جيم وتشتركوا في القناه باش يوصلكم ان شاء الله الجديد، والى الملتقى في وصفه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.